القاهرة 1924 فيها سعد زغلول بيشكل أول وزارة شعبية، فيها طه حسين والعقاد، فيها زكريا أحمد ومنيرة المهدية والنجيب الريحاني، فيها مزيكا سيد درويش، وفيها مولود اسمه فؤاد المهندس، وعصر ملكي وعدد سكان 14 مليون، وفيها الأهلي بيكسب أول ألقابه في أعرق البطولات العربية والأفريقية، بطولة كأس مصر. في مارس 1924 وبعد ما اتخطى في طريقه فرق النيل والأولمبي والاتحاد السكندري، يوصل الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر ويواجه فريق السكة الحديد. الفريق القوي المدعوم بحسين حجازي وفرقته، وهي المجموعة اللي كانت دايما قادرة على حسم الألقاب أينما وجدوا. وينتهي النهائي بالتعادل السلبي عشان يقام لقاء آخر لتحديد هوية البطل، وتتكرر مواجهة الأهلي بقيادة مختار التتش مع السكة الحديد بقيادة حجازي، ويفوز الأهلي بالأربعة، ويسجل التتش وخليل حسني وأحمد مختار أهداف الأهلي مقابل هدف يتيم للسكة وحجازي وفرقته، عشان يشهد يوم 28 مارس 1924 أول لقب للأهلي في بطولة كأس مصر. وبعد 100 سنة صورة تتبدل وملامح تتغير ومدن وشوارع وسكان تخطى عددهم 100 مليون، والأهلي على حاله لسه بيكسب وانتصاراته حاضرة وبطولاته بتزيد. وفي مارس 2024 يحتفل على طريقته الخاصة بمرور قرن من الزمن على أول ألقابه في البطولة، ويحقق لقبه 39 بثنائية على الأراضي السعودية في الشباك الزملكاوية، عشان يأكد زعامته لأعرق بطولة مصرية، وتتجمع عراقة بطولة مع رحلة زمن ومتعة انتصار ومشاعر تعكسها جملة أهلي كسبان أنا فرحان، 100 سنة كورة 100 سنة بطولة. 100 سنة كورة